بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. معاكم في الاكسرسايز رقم 21 هانت الحمد لله. المفروض ان انا عندي فانكشن عايز اعملها بالجافا سكريبت بريتيرن باست string، يعني في string انت بتدخله with letter in alphabetical order، يعني حروف مترتبة. على سبيل المثال هو دخل لي كلمة اسمها ويب ماستر. طيب ويب ماستر دي انا لو جيت رتبت كل حرف على حسب ترتيبه من البداية للنهاية تصاعديا، يعني هتلاقي في حاجة اسمها ابيم ار اس 2، يعني كلمة كده انا مش عارف اقراها الصراحة، بس هو بدأ ان هو يرتب الحروف. طيب معنى كلمة ترتيب الحروف يعني انا محتاج امسك الكلمة نفسها اقطعها، فانا هستخدم سبليت. يعني خلاص انا هستخدم سبليت، مش هكتب حاجة تبدأ تقطعها مرة واحدة. طيب عايز بعد ما اقطعها ارتبها، فانا هستخدم حاجه اسمها سورت. تمام. طيب عايز بعد ما ارتبها، طبعا انت مجرد ما عملت سبليت فهي بدات ان هي تتمدد في اري، فانت رتبتها داخل الاري. تمام. عايز بقى تبدا ان انت ترجعها من اري لسترنج كامل مجمع يعني، فهتستخدم كلمه جوين. فانا كده هقطع هرتب هجمع، هقطع هرتب هجمع. طب يلا بينا نعمل الكلام ده. انا هعمل دلوقتي فانكشن هسميها على سبيل المثال اوردر الفا بالشكل ده، وهعمل بس كده بارامتر صغير اسميه وورد، وهقول ان الوورد ده في البدايه هعمل ايه سبليت. الله ينور عليك. يلا بقى انت اعملها لوحدك سبليت بالشكل ده. بعد كده ابدا اعمل سورت. تمام. بعد كده هبدا ان انا اعمل جوين. تمام. كل الكلام ده بيتعمل لمين؟ كل الكلام ده بيتعمل للوورد، للبارامتر اللي داخل لي. طبعا عشان حضرتك في سطر واحد مش محتاج تعمل ولا ريتيرن ولا كيرلي براكت، فانت هتقول كونسول دوت لوج وتنادي على اسم الفانكشن دي، وابدا ان انت دخل الكابتن اللي هو ويب ماستر. شوف هيطلع لك نفس الفكره ولا لا. حصل بس عندي مشكله صغيره ودي غلطتي انا، بيقول لي ان comparison function must be either a function or undefined. في فانكشن هنا مش مفهومه، في فانكشن هنا انت حاطط لها حاجه تقدر ان انت تحددها. اديك 3 ثواني، 1 2 3. ايوه بالظبط ده السورت. ما بتحطش اي حاجه جواها، السورت بتبقى فانكشن خاليه من اي بارامترز. تمام. فانت المفروض هتطلع لي كلمه كده. طب انا لو كتبت كلمه يوسف ايه اللي ممكن يطلع؟ غير لي بقى يفسو. ماشي ما علينا.